صاحب المكان وليك انت برضه. تمام. فطبعا مش الشكل اللي حضرتك بتشوفه طبعا هو زي ما انتم شايفين معظم طبعا الاسكندريه عشان خاطر رطوبه البحر جامده، وهنا طبعا منطقه العجم قريبه من الشط. فده طبعا بلكونه اللي هي الكانتليفر، فالحديد طبعا مشرخ البلكونه من تحت وعامل كراك طبعا فوق زي ما انتم شايفين كده. الموضوع طبعا ايه منتشر في الدور اللي بعد منه برضو، ظرف البلكونه اللي فوقيها، ومش عارف بقى السطح ده معزول ولا لا. فرج حضرتك. اه هنسال الحاج بعد اذنك، بس كنت عايزه اقول لك اه ان الفيلا كانت الدور ده اه والدور ده. تمام. بعدين الحاج بنى الدور ده والدور اللي فوق ونص شقه هوريها اللي ورا دي اللي هي بطوب انتري. طوب انتري، طوب الابيض. ايوه شايف. والسور سور السطح معمول بالحديد. مفيش مشاكل. مفيش مشاكل. لا هو عامة بصي، هو مفيش أي مشاكل في الهبوط أو في الوزن أو في التربة أو حصل هبوط أو أي حاجة بالنسبة للود بتاع المبنى، لكن هي مشكلة حديد كلها زي ما أنت شايفة كده. كل الشروط دي لو أنت جبتي حد بهيلتي أو بمسمار وشاكوش وفتح في الحاجات دي هتلاقي حالة الحديد سيئة جدا. هوريكي الشقة. طب اتفضلي. هتلاقي أكيد الكلام ده فوق صح؟ شفتي بقى؟ يبقى احنا شطار أهو. السلام عليكم. اهو يا عم. هات يا ماما الكشاف بعد اذنك. حاله هو ده سطح اللي فوق؟ لا. ده كان سطح زمان. هو ده اللي عمل فيه الحديد كده. لان طبعا كانت بتشتي عليها كلها هنا كده. واتبنى فوقيها واتغطى، لكن المعادله الكيميائيه اشتغلت وبوظت الحديد بالمنظر ده كده. طبعا الكلام ده طبعا هنلاقيه طبعا منتشر في الشقه كلها اهو، من غير ما نقول من غير ما نشوف اهو. طب عايزه ايه؟ ربنا يسترها. ده طبعا كسر الحوض هنا. وازازه الميه اتنكتت هنا في القعده. الحمام اللي فوق ده لازم يفضل بالكامل، يفضل وتشال الرمله وتترمي بره، لان السباكه بايظه تماما فوق. هو اللي حصل فيه فيه بند ادم هنا ايا كان. وده بان ان هو خش بص الحمام اللي فوق ده هيتشال والرمله اللي فوق دي تتشال وتترمي بره وتتساب الخرسانه هنا، وبعد كده يتنزل ويتعمل سباك على نظيف، لان طبعا ده متبوش ميه بطريقه مش طبيعيه. كميه الميه اللي موجوده فيها كأن الواحد جايب حته الخرسانه دي ورميها في البحر. فطبعا دي لازم الحمام ده يفضى في اسرع، لان كده ممكن الطبقه اللي فوق كمان تقع. ووقعت كمان حته هنا. كمان وقعت حته في المطبخ يا جماعه هنا برضه. يعني هي دي ما فيهاش اصابات ميه كتير، لكن طبعا الخرسانه وقعت على البوتاجاز. واحنا اللي بنقول للناس الكلام ده يا جماعه، اي شروخ موجوده في السقف تلحقوا بسرعه تكشفوا عليها وتطمئنوا وتتاكدوا من حاله الحديد، علشان خاطر الكلام ده الحمد لله رب العالمين ما كانش في حد موجود جوه الاماكن دي، لكن ربنا سترها. كفايه الفزع وكفايه طبعا الدمار بتاع الحمامات والصيني والحاجات اللي بتكسب دي. بس بكل حوالي يبقى الحيطه بتاعتنا مش طالعه هنا، دي بلكونه. الحيطه طالعه هنا ورا صح؟ كل دي بلكونه اتعملت مؤخرا هنا كده.
طيب تمام، كله ده سهل وبيتعمل. دي طبعا بتتعمل من فوق، عشان كده كسرت هنا لان حديد البلكونه علوي. هنا الخرسانه انتفخت يعني، فطبعا نطرت السيراميك بالمنظر ده كده، لان الحديد بتاع البلكونه حديد علوي. عشان كده لما بنيجي نصلح البلكونه بنصلحها من فوق، والسقف بتصلح من تحت بس يا ريس. طبعا ما هو بقيه البلكونه، ما دي بلكونات بقى كلها اهي، نفس الكلام هتلاقيه هنا. شايفها من هناك. الحيطه بقى من هنا تحت ولا من هنا؟ الحيطه اللي تحت هنا كده ولا ورا؟ لا هنا صح كده؟ دي الحيطه من هنا وجايه من ورا راجعه ورا، صح؟ ممكن. لا احنا كنا واخدين كده، واخدين جاهز. ما انا فاهم، لا انا بتكلم على فعلا. لا ده على نفس الحيطه من هنا. ابدا والله، الحيطه هنا كده، الحيطه تقريبا عند العمود ده. لا ورا فعلا هنا، كله ده ورا، كله ورا من اول هنا كده. دي الحيطه، الحائط الحامل اهو، كله ده برج طالع بره. الجزء ده كله المسافه دي. تخيل كتير قوي. طيب رأي حضرتك ايه؟ نلغي لا مفيش حاجه تتلغي، مفيش. لا ولا مدعم؟ لا هيتزرع عمودين هنا بكاميرا بره وتتعمل حديد وتفضل زي ما هي. كله ده ليه شغل انشائي يعني. تمام. الحيطه طاقه هنا تعمل الكراك اللي هنا ده، كل كلام تعمل الكراك هنا. دينا الحيطه بتاعتي هنا، بص الحيطه بتاعتي هنا هي تحت كلها كده، وزرع عمود كله. دي بلكونه ازاي؟ والله ننزل تحت اوريها لك. دي كده داخل هنا كده تقريبا، دي حوالي 2 متر وكسر. هات المتر كده يا ام. يبقى احنا لما نيجي نقيس من هنا كده، دي تقريبا كده، دي 2.5. طب انا هعرف ازاي من تحت؟ ان انا هاجي من عند العمود اللي تحت ده ماشي، وهقيس دي، فدي معايا 1.70 متر. لو انا قست من العمود لغايه هنا لغايه وش الحيطه 1.70 متر، يبقى كلامي مظبوط. ننزل بقى تحت نشوفها. ماشي. هي هنا لغايه جوه اهي، بص كام اهي، 1.65 متر. انا قلت لك 1.70 متر، يعني 5 سم بتاع التشطيب بس. يبقى صح كلامي. بص الحيطه فعلا داخله جوه اهي، وادي العمود وفي بروز كمان بره. يبقى ده الحيطه من اول هنا. كله ده بقى ايه؟ كله ده عباره عن ايه؟ بروز. بس سهل جدا، ومش هنحتاج نزرع ولا هنحتاج نعمل اي حاجه. احنا هندعم على الوضع ده كده. شكرا.